في ناس فاكرة إن أسوأ حاجة ممكن تحصل لبني آدم إنه يفشل، بس الحقيقة أسوأ حاجة ممكن تحصل إنك تفضل تكسر نفسك كل يوم عشان تثبت إنك تستحق بس شوية تقدير من الناس. تضغط نفسك وتشيل فوق طاقتك وتستحمل حاجات كتير قوي وانت مقتنع ان التعب ده هيخليهم يحترموك. وده بالظبط اللي حصل معايا. فاستمتع بأكلك شربك، اتفرج معايا على الفيديو للآخر، لايك شير فولو، ويلا بينا. في فترة من حياتي كنت شايل ضغط فوق اللي أي حد يقدر يستحمله. ضغط نفسي، ضغط في الشغل، ضغط من دماغي أنا شخصيا، ضغط من ناحية كل حاجة. فاكر إني كنت لازم أبقى أحسن نسخة من نفسي على طول، لازم أشتغل أكتر، لازم أتعب أكتر، لازم أثبت إني أستحق مكاني ده حاليا. لحد ما وصلت لمرحلة ما كنتش شايف فيها أي مخرج. كل حاجة كانت سودة وكل حاجة كانت تقيلة على قلبي. وصلت لمرحلة إن كنت عايز أنهي حياتي. فعلا يعني كنت عايز أنهي حياتي مش عشان عايز أموت، بس كنت حاسس إن أنا لو عملت كده أنا هستريح من كل الضغط والتعب اللي جوايا. في ناس ما بتنساش أسوأ لحظات حياتك، ما يعني في ناس ما بتنساش أسوأ لحظاتك فعلا. في ناس بتحب تحبسك فيها، تحبسك جوه زون معينة، تحبسك ويفكروك بالماضي، بأسوأ فتراتك في الماضي بتاعك، كأكنك مجرد حالة عندهم، كأكنك إنسان حاول يقوم ويفوق ويكمل، بس لا، انت مالكش الحق ده، انت إنسان مختل، ما ينفعش تكمل حياتك. حاجة كانت بتوجعني إن الناس اللي انا كنت بحاول علشانها وبتعب لها هي الناس اللي داست عليا، هي الناس اللي بمعنى حرفي فشختني. في لحظة ادراك ان كل ما كنت بدي اكتر كان مطلوب مني اكتر، كل ما كنت بسكت كانوا بيتمادوا، وكل ما كنت بحاول اثبت نفسي كانوا بيحسوني ان انا ولا حاجة، لا شيء، انا لا شيء بالنسبة لهم بعد ما حاولت وعملت اللي محدش يقدر يعمله علشانهم. وفي يوم فهمت أكبر درس في حياتي، إن قيمتك مش في عدد الساعات اللي بتتعبها، ولا قيمتك في التضحيات اللي بتقدمها، ولا في رأي الناس فيك، لأن الناس عمرها ما بتشبع. لو اديتهم 100% هيطلبوا 110%، لو اديتهم عمرك كله هيقولوا كان ممكن يعمل أكتر من كده. ساعتها عرفت إن أنا كنت بظلم نفسي، وإني كنت بهلك نفسي وبستهلك نفسي لناس عمرها ما هتقدر، وإني كنت فعلا بحارب في معركة عمر ما كان ليها نهاية، ولو كان ليها نهاية عمري ما كنت هنتصر فيها. الرسالة اللي عايز أوصلها: أنت من النهاردة مش محتاج تثبت لأي حد إنك مميز، مش محتاج تشرح لحد أنت مريت بإيه، مش محتاج بس إنك تستنى يعني رأي حد أو كلام حد إن هو يقول من كلامه كده الشخص إن لأ أنت مميز جدا. أنت مش محتاج كل الكلام ده. احترمك، هيحترمك حتى وأنت في أسوأ حالاتك، واللي هيدوس عليك هيفضل يدوس عليك حتى لو أنت في البرايم بتاعك في الدنيا. ما تخليش حد يقنعك انك انت اقل منه او اقل من اي حد. ما تخليش الماضي يبقى سجن ليك. وقعنا، ايوه وقعنا، اتكسرنا، اتكسرنا عادي، كل الناس بتتكسر، بس احنا لسه واقفين، ده لوحده انتصار كبير فشخ في حياتنا. وعايزك تعرف مش كل الناس هتفهمك، مش كل الناس هتقدرك، بس طول ما انت لسه واقف ولسه بتحاول ولسه مكمل يبقى انت اقوى بكتير مما تتخيل. حافظ على نفسك عشان محدش هيعرف قيمتك حتى لو ضيعتها علشان